أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعين قناة زوم فوت الإخبارية المتخصصة في أخبار كرة القدم ومتابعة المنتخب الوطني. اليوم سأقوم في هذا الفيديو بتحليل خط دفاع المنتخب الوطني المغربي، ونبدأ بحراسة المرمى. ياسين بونو 32 سنة، 4 مشاركات إفريقية، لديه تجربة كبيرة في هذه الكأس الإفريقية، وهو الآن من أحسن الحراس العالميين ويعطي طمأنينة للمنتخب الوطني في هذا المركز. في المركز الثاني لحراسة المرمى منير المحمدي 34 سنة، لديه 4 مشاركات في كأس إفريقيا، وهو يقدم في جميع المباريات التي يدخل فيها كأساسي مع المنتخب الوطني أداء رائع لا ينقص في أداء أحد. والمهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي 25 سنة، حارس شاب واعد وللمستقبل. في خط الدفاع غانم سيس كابتن الفريق 33 سنة، 4 مشاركات إفريقية، صار وجل في الملاعب الإفريقية، لديه مقومات كبيرة وتجربة كبيرة. إلى جانب نايف أكرد 27 سنة، سيكون انسجام كبير بين هذا الثنائي في خط الدفاع. يونس عبد الحميد 36 سنة، لاعب ريمس الفرنسي في الليغ يقدم أداء رائع رغم كبار سنه، إلا أنه يستحق التواجد في هذه اللائحة. عبد الكبير عبقار 24 سنة، اللاعب ألافيس الإسباني، يقوم بموسم رائع مع المنتخب مع الفريق الإسباني، وهو الآن من أحسن المدافعين في لا ليغا الإسبانية. إلى جانب شادي الرياض لاعب بيتيز، الموهبة الرائعة لنادي بيتيز الإسباني من اكتشافات بيليغريني هذه السنة. اللاعب يقدم أداء رائع مع المنتخب مع الفريق الأندلسي ويستحق التواجد أيضا في هذه اللائحة. وهناك أشرف حكيمي لاعب 25 سنة، لاعب باريس سان جيرمان، من أحسن الأظهرة في العالم إن لم يكن أحسنهم. في الظهير الأيسر لاعب الوداد عطية الله، من أحسن الأظهرة في البطولة الوطنية، وقد قدم في كأس العالم مستوى رائع الذي أهله ليكون متواجدا في هذه اللائحة. ونصر مزراوي لاعب بايرن ميونخ رغم إصابته، إلى أن وليد الركراكي قد أكد أنه سيتعافى في الأيام المقبلة. وعنده نصر المزراوي ظهير أيمن، إلى أنه يلعب كظهير أيسر في المنتخب الوطني في عدة مباريات ويقدم أحسن ما لديه. وهناك محمد الشيبي لاعب بيراميدز الذي يقدم مباريات رائعة في الدوري المصري وفي دوري أبطال إفريقيا أيضا. وفي الأخير نتمنى أن تشجعونا بلايك ومتابعة لصفحتنا تشجيعا لنا لنستمر في هذا المحتوى. نشكركم على المتابعة وشكرا لكم.